مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بمناسبة عيد الاستقلال. اكتمال الاستعدادات في البلاد للاحتفال بعيد الاستقلال. أضرار بالغابات والحيوانات في حريق شب على ضفاف نهر القاش بشامبوكو. وزير الخارجية الصيني يحث اليابان على إزالة العوامل المعرقلة للعلاقات. بايدن يفعل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة أزمة نقص حليب الأطفال. وغرق 7 أشخاص وفرار أكثر من نصف مليون جراء فيضانات بالهند. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث رؤساء الدول والحكومات برسائل تهنئة لحكومة وشعب إريتريا بمناسبة الذكرى 31 للاستقلال المجيد. فقد بعث رؤساء جمهورية مالاوي لازاروس ماكارتي، ورئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوسا، ورئيس جمهورية بنين باتريس تالو، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برسائل تهنئة باسمهم وباسم حكوماتهم وشعبهم، متمنين للرئيس السياسي أفورقي دوام الصحة والتوفيق في العمل، وللشعب الإريتري الرخاء والازدهار. وأكد الرؤساء رغبتهم واستعدادهم لتطوير علاقات بلادهم مع إريتريا والارتقاء بها. أعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد دخل اكتمال الاستعدادات التي جرت في الداخل والخارج للاحتفال بالذكرى 31 لاستقلال البلاد. وأوضح لوكالة إيرينا بأن إريتريا حافظت على عزتها بفضل نهجها المستغل، وأن شعار هذه السنة خيارنا المستغل عزتنا يعكس ذلك. وقال أن احتفالنا سنويا بال24 من مايو يحملنا المسؤولية لتأكيد الاستعداد للتنفيذ الفاعل للبرامج الوطنية المستقبلية. وأوضح بأن الاحتفالات تبدأ في الأقاليم من القرى، وتجري الاحتفالات على مستوى الإقليم في عواصمها. وسيجري في أسمرة عرضا للأوبرا يوم 21 من مايو في سينما أسمرة، وعرضا فنيا لتراث القوميات يوم 22 من مايو في سينما روما، والحفل الرسمي يوم 24 من مايو في استاد أسمرة. وستبث البرامج الثلاثة في الفضائية الإريترية مباشرة. وفي المهجر أوضح بأن الجاليات الإريترية أكملت الاستعدادات على أساس الشعار الصادر، كما بدأت الجاليات الإريترية في بعض الدول احتفالاتها. وذكر مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي جميع المواطنين بضرورة الاحتفال بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة بدءا من الأسرة، باعتباره من أكبر أعياد الشعب الإريتري. كما ناشد بضرورة احترام إجراءات مكافحة وباء كورونا. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطن واحد قادم من صنعاء بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 4 من مرضى وباء كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفى والإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9752، شفي منهم 9640، وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال يتلقى 9 مصابين الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من مايو 2022. صرح مدير مدرسة مساعد التمريض في قندع السيد ميكائيل جهراي بأن المدرسة تسهم في رفع كفاءة الكادر الصحي. وأوضح بأن الطلاب المنضوين في المدرسة هم الطلاب الحاصلين على النقاط تؤهلهم لمستوى الشهادة بعد مشاركتهم في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية، ويكتسبون مبادئ المهنة الصحية خلال سنة ونصف يقضونها في المدرسة. وذكر بأنهم يحصلون على دورات تأهيلية إلى جانب أعمالهم الصحية في مواقع العمل، حيث انتقل الكثيرون منهم إلى مستوى الدبلوم العالي وبعضهم إلى مستوى ممرض. وأشار إلى أن الإنجازات الكبيرة المحققة في المجال الصحي هي نتاج الاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة في هذا القطاع. وقال المهنيون الذين رفعوا كفاءاتهم ومستواهم مستفيدين من الفرص المتاحة لهم بأن المعرفة الصحية المكتسبة في مدرسة قندع للتمريض خلقت لهم أساس متين في المجال الصحي، ومن خلالها حققوا نجاحات عالية. هذا وقد خرجت مدرسة مساعد التمريض في قندع، والتي تأسست عام 2008، 759 طالبا بينهم 432 طالبة، وفي 8 دورات، وتستوعب حاليا في إطار الدورة 9 120 طالبا.
نظم في مديرية حقات أسبوع الشباب والطلاب في الفترة من 13 وحتى 16 من مايو بمناسبة عيد الاستغلال. تضمن الأسبوع مسابقات المعلومات العامة والخطابة والحوار والقصص القصيرة والعروض الفنية والفعاليات الثقافية والتراثية وعروض الأندية الخضراء وأندية الكتب. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية حقات السيد بشير محمد إدريس بأن الاتحاد ساهم في رفع وعي الشباب في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأكد التعارف وتبادل التجارب والإلمام بتاريخ الوطن. وفي ذات السياق نظمت مسابقات المعلومات العامة والحوارات بين طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في مديرية مصوع. وقال مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان في ختام المسابقة بأن المنافسات التعليمية التي تجرى بين الطلاب تقوي روح الإبداع والمنافسة، داعيا لتوسيعها في المدارس الابتدائية أيضا. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة إصحاح بيئة 99% من قرى الإقليم. وأوضح مسؤول الصحة البيئية في المكتب السيد برهان قبر كدان بأن 323 قرية من جملة 326 قرية قد قامت بإصحاح بيئتها في العمل الذي جرى من عام 2009. كما أشار إلى القيام بالمتابعة والمراقبة الجيدة لتجنب حالات الانتكاسة، ويجري العمل لإكمال القرى الثلاث المتبقية إصحاح بيئتها. ودعا لتعزيز دور الشركاء لضمان دوام صلاحية دورات المياه المشيدة. أفادت الأنباء الواردة إلينا عن اندلاع حريق يوم 11 من مايو على ضفاف نهر القاش في مديرية شامبوقو، مما أسفر عن أضرار في الغابات والحيوانات، حيث دمر الحريق الكثير من الأشجار الكبيرة بينها نحو 100 من أشجار الدوم، كما ضر بعدد كبير من الأقنام وأصاب الطفل يبلغ من العمر 14 عاما بحروق طفيفة. وأوضح مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في مديرية شامبوقو العريف سماريان برهي بأن الحريق اندلع بسبب إشعال المزارعين النار لإبادة الأعشاب في مزارعهم، داعيا المزارعين ورعاة المواشي لإطفاء النار التي يشعلونها والكف عن هذه الظاهرة. شباب الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليابان إلى إزالة الاضطرابات التي تقوض العلاقات الصينية اليابانية والعمل مع الصين للحفاظ على صداقتهما التي تحققت بصعوبة. صرح وانغ بذلك خلال اجتماع افتراضي مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي. وقال وانغ أن زعيمي البلدين توصلا العام الماضي إلى توافق مهم بشأن بناء علاقة تلبي متطلبات العصر الجديد، وحث الجانبين على اتباع التوافق كدليل واغتنام الذكرى ال50 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية هذا العام كفرصة لتوطيد الأساس السياسي للعلاقات الثنائية والحفاظ على الصداقة التي حققها الشعبان بصعوبة وتطويرها. وأصبحت التحركات اليابانية السلبية بشأن تايوان وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والشواغل الكبرى للصين واضحة في الآونة الأخيرة. وردا على ذلك دعا وانغ إلى إزالة العوامل المعرقلة للعلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن. لجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لمعالجة نقص حليب الأطفال الذي تسبب في حالة من الذعر لملايين الآباء ومقدمي الرعاية الذين يعتمدون على الحليب الصناعي. ونقل موقع إخباري أمريكي عن البيت الأبيض أن تفعيل هذا القانون سيتطلب من الموردين توجيه الموارد اللازمة إلى مصنعي حليب الأطفال قبل أي عميل آخر ربما طلب ذلك. كما وجه بايدن العديد من الوكالات الحكومية لاستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الحرب لنقل كميات من حليب الأطفال من الخارج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتحول النقص في حليب الأطفال إلى أزمة كاملة، حيث أبلغ تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد عن نفاذ حوالي 40% من حليب الأطفال الخاص بهم بسبب مشكلات سلسلة التوريد واستدعاء بعض المنتجات مؤخرا. فر أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم هربا من الفيضانات العارمة التي تجتاح ولاية آسام في شمال شرق الهند وفق ما أعلنت عنه السلطات في البلاد. وهذه الفيضانات نتجت عن أمطار غزيرة أسفرت عن قرق 7 أشخاص، وحذرت السلطات من أن الوضع قد يزداد سوءا، حيث فاض نهر براهاما بوترا أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يمتد إلى بنغلاديش المجاورة على ضفتيه على مدى الأيام الثلاثة الماضية في آسام، مما أغرق أكثر من 1500 قرية. وقمرت الأمطار الغزيرة أغلب أرجاء الولاية واستمرت مع توقع تكرارها خلال اليومين المقبلين. وأضاف أن 7 أشخاص غرقوا في ظروف مختلفة خلال الأيام الثلاث الماضية.
في الخبر الأخير، تبذل الدول الأوروبية جهودا حثيثة لمضاعفة استيعاب طاقة الرياح البحرية سعيا وراء خفض اعتمادها على واردات الغاز والنفط الروسية وتحقيق الحياد الكربوني في دول القارة العجوز بحلول عام 2050. ووقعت كل من دول ألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك تعهدا ببناء محطات تنتج ما لا يقل عن 250 جيجا واط من طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال بحلول عام 2050، ما يكفي لتزويد 230 مليون منزل أوروبي بالكهرباء. ويسهم تحقيق هذا التعهد في زيادة استيعاب طاقة الرياح البحرية للاتحاد الأوروبي بنحو 10 أضعاف تقريبا. ويأتي التعهد الرباعي في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض والتخلص التدريجي من إمدادات الطاقة الروسية. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. يهنئون بمناسبة عيد الاستقلال. اكتمال الاستعدادات في البلاد للاحتفال بذكرى الاستقلال. أضرار تلحق بالغابات والحيوانات في حريق شب على ضفاف نهر القاش بشامبوكو. وزير الخارجية الصيني يحث اليابان على إزالة العوامل المعرقلة للعلاقات. وبايدن يفعل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة أزمة نقص حليب الأطفال. غرق 7 أشخاص وفرار أكثر من نصف مليون جراء فيضانات بالهند. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن